السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل ام علي اهي يا جماعه. العلبه ديت هنعملها بكل سهوله ان شاء الله. انا بقالي فتره ما عملتهاش يعني، فقلت اعملها معاكم كده ونقرا التعليمات مع بعض ونعملها. اهم حاجه قبل ما نبدا، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه جديده انا بنزلها، وتكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم. اول حاجه هنفتح العلبه. بصوا يا جماعه المكونات، اللي هي كيس كريمه، وام علي نفسها بقى اللي هو البتاع دوت، هو ده ام علي، وده كيس الكريمه. اول حاجه ان احنا هنعملها، هناخد العلبه الاول. هنجيب، بصوا انتوا مش شرط تعملوها في صينيه، اللي هو هما كاتبين عليها صينيه ازاز او اللي هو البرام ده، فانا البرام بتاعي كان مكسور، فقلت مش مشكله نعملها في الصينيه ديت ونجرب كده نشوف الطريقه ايه، عشان هتنفع معانا ولا لا. وانا قلت اصلا اجيب كيس واحد كده واجربه، عشان لو باظت يبقى ايه كيس واحد بس اللي باظ. فانا الصراحه جربتها وطلعت جميله قوي، ومش فارقه اي صينيه عادي، مش شرط الصينيه مش شرط اللي هي الصينيه الازاز او البرام، مش شرط خالص. انا اصلا كنت مش بجيبها علشان كنت فاكره ان هو الموضوع لازم صينيه ازاز او برام وكده. وبعد كده هنجيب اللبن ده، كيلو الا ربع لبن، هنحليه حسب القابليه انتوا عايزين ايه. دوت انا حطيت عليه معلقتين بس سكر. هو في الاخر احتاج مني سكر تاني بس انتوا حلوه حسب القابليه عادي. بعد كده اخدت الكيلو الا ربع لبن دول كانوا سخنين طبعا، كنت غاليه الاول فكان سخن قوي، فقلت بقى امسكه بالكيسه ديت وخلاص. بصوا الصراحه كان سخن قوي عليا وكان هيقع مني، بس روحت بعد كده قلت امسكه بقى، مش مشكله بقى، نتحرق. كده الا ربع لبن اهوت حطيته بس. وكده كده احنا عاملين ايه، حاطين ام علي بس وحاطين على اللبن ومحليينه حسب ما احنا عايزين بس. فانا قلت اللبن كده حاساه قليل شويه، حطيت عليه حبتين صغيرين. يعني يا جماعه هتحتاج منكم اصلا كيلو لبن، مش هتحتاج اكتر من كده. كيس ام علي هيحتاج كيلو لبن. وبعد كده خدنا كيس الكريمه ده، هو طبعا المفروض هو بيتحط عليه تلت كوبايه لبن، اللي هو اكتر من ربع بشويه صغيرين. فانا لما حطيت، بصوا انتوا هتشوفوا اهوت. بصوا هو اصلا كميته صغيره قوي، فانت بتبقى المفروض تحطي عليه كميه لبن برضو صغيره، بس المشكله بقى عندي ان انا حطيت عليه كميه لبن كتير شويه. بصوا حطيت ياما قوي ازاي، المفروض ان انا احط اصلا اقل من ربع كوبايه او ربع كوبايه. اهو بقى هنقعد نقلبه كده لحد ما يتقل ويبقى كريمه. هو المفروض ان هو يبقى كريمه بقى، بس معايا ما عملش، ما بقاش كريمه. بصوا يا جماعه، هو اصلا بتتحط الكريمه دي بقى على وش ام علي كده بس، وبعد كده بتخش الفرن. اهو هنقعد بقى نقلبها كتير. لو انت عندك مضرب كهربائي تعملي بيه، ما عندكيش كملي بالمعلقه كده وخلاص، تضربيه جامد بس شويه بس. اهو يا جماعه كده تقل معايا. جيب الكريمه اللي انت عملتيها دي وبتحطي عليها ونشا، عشان النشا ما تكلكعش مننا. النشا اللي انا محتاجه ان انا احطها. بعد كده هناخد، بصوا تقلت ازاي معايا، اهي تقلت وبقت كريمه اهي شويه. وانتوا كمان لو كنتوا قللتوا كميه اللبن، يعني انا لو كنت قللت كميه اللبن شويه هتبقى كريمه شويه، كريمه تقيله شويه عن كده، بس مش مشكله. اهو بقى انا بتاع كده هنا كنت دخلت ام علي الفرن
فقمت بقى حطيتها عليها. بصوا انا حطيت اصلا في فوق ام علي هنا معلقه سمنه، بس نسيت اصورها يعني. بس وحطيت ايه الكريمه كلها قلبتها فوقيها. بصوا بقى الجمال. بس هنسيبها بقى في الفرن كده بتاع 10 دقايق، 15 دقيقة يعني بالكتير قوي. وكل شوية تبص عليها كده تشوفها استوت ولا لأ. وممكن بقى تولع عليها في الآخر، تولع عليها الشواية من فوق. أنا بقى في الآخر بعد ما استوت طفيت الفرن قمت مولعة الشواية وخليتها تاخد الوش الأحمر اللي خدته ده. بصوا وشها بقى أحمر وجميل ازاي، وطعمها يا جماعة كان تحفة بجد. بنصحكم تجربوها وبالطريقة ديت، وهتكون سهلة معاكم وجميلة قوي. يلا مع السلامة واشوفكم ان شاء الله.